للأسف الموت بقى متكرر في الكورة كتير الفترة الأخيرة، وآخرهم رفعت وشيكا، وقبلهم فريق كامل توفى في حادث طيارة. طبعا كلام الكورة دايما بيبقى عن أفراح أو انتصارات، لكن النهاردة هنتكلم عن قصة مختلفة شوية، قصة مأساة غيرت تاريخ كرة القدم، وقصة إرادة خلت العالم كله يقف يقدر قوة الروح البشرية. في 28 نوفمبر 2016 فريق صغير برازيلي اسمه تشابيكو كان عايش أحلامه. الفريق اللي من مدينة تشابيكو اللي عدد سكانها مش أكتر من 200 ألف كان لسه متأهل لنهائي كوبا سود أمريكانا، أقوى بطولة في أمريكا الجنوبية بعد الليبرتادوريس. الجميع وصف الإنجاز بأنه معجزة. الفريق اللي كان في الدرجة الرابعة قبل 7 سنين بس دلوقتي وصل لنهائي قاري، ولكن هنا تيجي الصدمة والمأساة. يتخطى كرة القدم إلى الشأن الإنساني، لذا قررت أن آتي إلى هنا تقديرا واحتراما لهؤلاء اللاعبين المهمين الذين غادروا تشابيكو حالمين لن ننساهم أبدا. للأسف الطيارة اللي كانت نقل اللاعبين والإداريين والصحفيين من بوليفيا لكولومبيا سقطت. 71 شخص ماتوا، 3 ناجيين بس. جاكسون فولمان حارس المرمى الناجي الوحيد اتدمرت رجله واتقطعت وقعد 3 أيام تحت الأنقاض. ألان روسشيل لاعب وسط اتكسرت كل ضلوعه، لكن فضل عايش الحمد لله بالرغم من الصقيع والجراح اللي كانوا فيه. الكابتن كليبر كان عنده رسالة لابنه الصغير قبل ما يموت: أنا رايح أجيب الكاس علشانك. أسر اللاعبين كانت واقفة في المطار في كولومبيا تستقبل جثث أبنائها بدل ما تستقبلهم وهم بيهتفوا. ناسيونال الفريق المنافس في النهائي طلب من الاتحاد الجنوب أمريكي إعطاء الكاس لتشابيكو تكريما لضحايا الكارثة اللي حصلت. ولكن في 2017 شابيكو رجع يلعب في الدوري البرازيلي، بس المرة دي بفريق جديد تماما معظمه معارين. جاكسون فولمان الناجي الوحيد قرر يعمل عملية بتر لرجله، ووقف في الاستاد وهو رافع علم الفريق والجمهور كله بيبكي. النادي خسر كل حاجة إلا الاسم، لكن الجمهور العالم كله تبرع له بملايين الدولارات عشان يقدر بس يعيش. الكورة هنا مش مجرد كلام عن تغييرات تكتيكية أو أخطاء تحكيمية، لأ، دي قصة عن الوحدة. شفت ازاي فريق زي ناسيونال الخصم كان أول داعم لفريق تشابيكو بعد المأساة اللي حصلت؟ شفت ازاي الناس من كل العالم وقفوا مع نادي صغير؟ دي الكورة اللي بنحبها، الأمل اللي بيفضل موجود حتى في أحلك الظروف. تفتكر قصة تشابيكو هي أكثر قصة مؤثرة في تاريخ الكورة بالنسبة لك، ولا في قصة تانية تخلينا نؤمن إن الرياضة فعلا ممكن تغير العالم؟ اكتب لي في الكومنتات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير، ودعوا لهم بالرحمة. سلام.